اهلا بيكم في فيديو جديد. انا شيماء حسام، فاهلا بيكم لو اول مره تشوفوني، واهلا بيكم كمان مره في فيديو جديد. فيديو النهارده حابه ان انا اشتغل معاكم شويه على الحاجات اللي انا بقالي مده بماطل فيها، وان انا عماله اكسل بكره بعده في مرحله تسويف رهيبه تقريبا من بدايه شهر 9. انه قررت ان انا استغل الموضوع ده. اكتر حاجه بتشجعني ان انا اشتغل على اي حاجه انا بالفعل بماطل فيها وعماله ااجلها هو التصوير. عشان كده قررت ان انا اصور النهارده وان انا اشتغل معاكم على الحاجات اللي انا بالفعل مسوفاها بقالي مده. فعشان ما نطولش اكتر وندخل في الفيديو على طول، اول حاجه انا مسوفاها من مده وبقول هعملها ومش بعملها، ان انا كنت مغيره مكان التصوير، او مش مغيره، كنت حاطه هنا المنتجات اللي انا بشتغل على ان انا ببيعها للناس اللي ما تعرفش. انا عندي متجر على انستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ورقم التواصل. فكنت حاطه الحاجه بتاعتي على المكان اللي انا بصور عليه. اخدت مده عامله كده، فدلوقتي عايزه ارجع كل حاجه مكانها. فانا رجعت الحاجه اللي هي منتجات لمكانها اللي انا بحط فيه على طول، وفضيت الترابيزه اللي انا بصور عليها. ودلوقتي عايزه ارجع الكتب زي ما انا كنت رصاها قبل علشان تبقى خلفيه التصوير بتاعتي المعتاده. فدلوقتي هنرص الكتب مع بعض، وبعد كده هنشوف ايه اللي هنعمله في الخطوه التانية. دي الكتب اللي انا كنت حطاها قبل كده في الزاويه، فهنشتغل عليهم ونرصهم مره تانية، والله المستعان. احنا هنرصهم باللون، اسهل طريقه ممكن نرص بيها. ده الكتاب اللي أنا بقرأ فيه في الفترة الحالية، اللي هو كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. وصلت في القراءة لغاية صفحة 164، ودي تاني حاجة أنا عمالة أسوف فيها إن أنا أخلص قراءة الكتاب ده. بصراحة حاسة إن هو كتاب من الكتب اللي أنا مينفعش أشتغل عليه وإن أنا أقرأ فيه بسرعة، وإن أنا لما أقرأ الكتاب ده أو أي نوعية كتب زي الكتاب ده، بحس إن الإنسان لما يجي يقرأها لازم يقرأها شوية ببطء وبتأني. ومن الكتب اللي ممكن نقرأ جنبها حاجة تانية إذا كنا حابين نستمر على عادة القراءة. يعني على سبيل المثال ممكن أقرأ فصل واحد بس أو أقل من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي، وأقرأ مثلا 50 صفحة 100 صفحة من أي حاجة تانية زي رواية مثلا، لأني بحس هي الروايات اللي أكتر حاجة ممكن نقرأ بيها بالصفحات الكتيرة جدا، لأن هي قصة فإحنا محتاجين نشوف إيه هي الباقي من الأحداث بتاعتها. أما الكتب اللي بتكون من النوع ده مش بحس ان انا بعرف اقراها بسرعه، مش بحب اقراها بسرعه. بس انا دلوقتي حتى كنت بفكر ان انا ادخله في تحدي زي تحدي القراءه لمده ساعه او لمده 24 وهكذا واخلص الكتاب. بس بصراحه حسيت اني لا، مش حابه اعمل كده. بس باعتبار ان هو الحاجه التانية اللي انا عماله اسوف فيها، فانا حابه اقرا شويه في الكتاب ده عشان احاول ان انا اخلص منه على الاقل فصل النهارده. ولكن قبل ما اقرا الكتاب ده، فخليني اكتب ايه هي الحاجات الباقيه اللي انا مسوفاها علشان اعرف اشتغل عليها.
وبكده يكون خلصت كتابة الحاجات اللي انا حابة اشتغل عليها الفترة اللي جاية، ونيجي لفقرة القراءة. الكتاب ده بحسه مستفز، حرفيا بحسه مستفز، مش عارفة لانه مش عارفة اوصلها لكم ازاي، بس بكل بساطة انا لما بقرأ جزئية في الكتاب ده بحس ان انا فصلت ومحتاجة انه لا شوية كده اقدر اركز ايه نوعية العلاقات اللي بتمر في الكتاب ده. هي علاقات طبيعية وكده كده اكيد بنقابل شخصيات زي كده في المجتمع، ولو ما قابلناهمش في حياتنا الشخصية اكيد بيظهروا في حياة اشخاص تانيين بالطريقة دي، بس بحس انه ما هذا. فبحس ان لا ثواني عشان عقلي يستوعب اللقطات اللي بتحصل، اذا كان مواقف انا مريت بيها شخصيا او مواقف لأول مرة بسمع عنها، فبحس ان الكتاب ده محتاج انه لا لحظة كده عشان بس دماغي تستوعب ايه اللي موجود هنا. فبحس ان بيفصلني بصراحة، بحس ان هو تقيل، مش عارف هل معنى ده، مش عارف، بس بحس ان انا محتاجة شوية نستوعب القصص اللي بيتم ذكرها في الكتاب، وانه شوية شوية علشان نقدر نحلل الشخصيات اللي موجودة في القصص دي. بحس ان الموضوع مش عارفة، يمكن عشان انا مش جاهزة لقراءة كتاب زي كده دلوقتي. الكتاب ده تقريبا بدأت القراءة فيه من بداية السنة، يعني انا تحديدا لا مش من بداية السنة، بدأت في قراءة الكتاب ده من يوم 31/8 الى يومنا هذا. مخلصتش الكتاب بسبب انه انا ما اعرفش، يعني قرأت فيه لغاية نصه كنت متحمسة جدا ومبسوطة، وبعد كده حسيت ان انا مش قادرة اقرأ تاني، يمكن عشان انا مش جاهزة لقراءة زي كده دلوقتي. حاسة ان الكتاب ده محتاجة اوقفه بأي شكل من الاشكال، وكل مرة بزق نفسي للقراءة فيه بحس ان انا مش قادرة اكمله، برغم اني بحس ان انا يعني انا من الشخصيات اللي بحب يوم ما ابدأ عمل بحب اخلصه كله على بعضه، بس العمل ده مش قادرة اخلصه حرفيا. مش عارفة هل المشكلة ان انا فعلا المفروض اخد بريك وبعدين ارجع له مرة تانية، برغم ان انا من وقتها يعني انا قرأت حاجات كتير جدا وخلصت اعمال كتير بعده، بس ده مش قادرة اخلصه. هو والكتاب بتاع احببت وغدا تقريبا، الكتاب ده برضو من الكتب اللي انا قرأت فيه تقريبا 50 صفحة وما قدرتش اكمله، حسيت ان انا برضو مش قادرة وسبته، وقفت القراءة بتاعته. فبصراحة مش عارفة، يعني حاجتين او عملين بدأت فيهم السنة دي وما خلصتش ولا حاجة منهم، وحاسه ان انا مش حابه اكمل، مش عارفه، وبصراحه مش عارفه اللي انا بعمله صح ولا غلط. هل فكره ان انا اجبر نفسي، يعني اوقات بقول يمكن هي فتور من القراءه وانه لا عادي اضغط على نفسي وان انا اكمل، وعملت كده وقرأت تقريبا فصلين بنفس الطريقة او 3 فصول بنفس الطريقة، فحسيت ان الموضوع كتير، بس انا في كل مرة بقرأ فيها بحس ان انا مش حابة اكمل. فاعتقد المفروض ان انا اوقف وابدأ في عمل جديد غير اللي انا بقرأه دلوقتي، مش عارفة. بس في نفس الوقت بقول انه حرام، يعني انا قرأت الجزء ده، ف يعني انا وصلت دلوقتي لغاية مش عارفة، نقدر نقول ماشي يعني. بصراحة مش اللي باقي مش عدد صغير، يعني هما اللي باقيين مثلا مش 50 صفحة 100 صفحة عشان اقول هقدر اخلصهم. بحس ان لا كتير كتير، فبصراحة مش عارفة. وصعبان عليا انه يعني انا دلوقتي المفروض بصور فيديو ان انا ابطل تسويف وان انا اقرا وان انا عايزه اخلص الحاجات اللي انا عماله اماطل فيها، وان انا عايزه اخلص قراءات السنه، وفي نفس الوقت عايزه اسيب الكتاب. في تناقض في فعلي رهيب، بصراحه رهيب. ف مش عارفه، بس انا دلوقتي في الوقت الحالي حرفيا طالبه معايا جدا ان انا اسيب الكتاب. وانا قبل ما اصور الفيديو ده كنت مصوره فيديو تاني ليه علاقه بتحدي التدوين، غالبا هيكون نزل قبل الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي. فبفكر ان انا اسيب الفيديو ده بروح امنتج الفيديو اللي انا صورته، بس كده مش هيبقى كملت تصوير الفيديو ده.
خلينا نكمل قراءة. هو كمل قراءة. حتى الفيديو ده كنت بماطل في اني اكمل تصويره، يلا بينا نشتغل وكفاية مماطلة. اهلا بيكم في يوم جديد. اخر لقطة كنت صورتها معاكم وانا كنت بقرأ في كتاب عقدك النفسية سجنك الابدي، ولكن انا وبصور كان الرينج لايت فصل معايا فما كملتش تصوير. هي الفكرة ان انا كنت بقرأ فما كانش في حاجة مهمة الحمد لله. فدلوقتي انا كنت قرأت فصل من وقت ما كنت بقرأ يعني في الفيديو، فكنت قرأت فصل وباقي ما يعادل 100 صفحة وأخلص الكتاب. 100 صفحة بالنسبة لكتاب زي كده فأنا بالنسبة لي كتير جدا، فإنه لسه يعني الكتاب مكمل معايا حبة حلوين. فكنت بفكر إن أنا أستعين برواية تهون معايا بالنسبة لقراءة الكتاب ده، أو أشوف أي حاجة تاني. يعني الفكرة إن أنا كنت الفترة الجاية بفكر إن أنا أوضب الأوضة وهعزل من أوضة لأوضة وهنقل شوية حاجات، فهيبقى فيه ترتيب وفوضى وحاجات زي كده. فكنت بفكر إن أنا أستعين بقراءة الكتاب بتاع سحر الترتيب لماري كوندو. أنا كنت عايزة أقرأ الكتاب ده بحيث إن احنا زي ما بقول فيه ترتيب وفوضى وكركبة وحاجات زي كده، فكنت عايزة أقرأه. وبصراحة مش عارفة لما جيت بفتح الصفحات بتاعته، يعني مش عارفة هيبقى واضح لكم الكتابة ولا لأ. هي واضحة ولذيذة وكل حاجة، بس لو جينا نبص بالنسبة لصفحات كتاب زي كده مثلا وده، مش عارفة واضح ليكم الفرق ولا لأ بالنسبة للكتابات في الاتنين. هنا أرتب وأوضح وألذ كتير، أما هنا ففي شوية زحمة. فبصراحة مش عارفة، حسيت إن طريقة الكتابة قفلتني وحسيت إن هو كتير. يمكن أنا اللي مش جاهزة لقراءة حاجة زي كده برضو دلوقتي، ويمكن لو كنت قرأت رواية في وقت زي كده كان هيبقى بالنسبة لي أحسن، بالأخص إن التانية هتبقى قصة. مش عارفة، بس هو بصراحة احنا لو جينا نتكلم في الحق مش طالبة معايا أي قراءات الفترة دي، ولا عايزة أعمل أي حاجة غير إن أنا أنام وبس. مش عايزة أخلص مهام، مش عايزة أشتغل، مش عايزة أعمل أي حاجة غير إن أنا أفضل نايمة، وهو ده اللي بيحصل الفترة دي. الله مستعان. نشيل الكتابين دول ونشوف ايه المهام اللي عليا مفروض ان انا اخلصها. انا كنت كاتبه في ورقه ايه الحاجات اللي انا حابه اشتغل عليها في الفيديو ده. الاجنده بتاعتنا صديقتنا الصدوقه في الرحله. بكل بساطه عايزه اشوف هنا شهر 8 وشهر 9 واشوف هل في حاجه محتاجه اخدها معايا في شهر 11 ولا هلغيها. فيلا بينا. بالنسبة لخطوة التخطيط فبكده يكون خلصتها. بالنسبة لشهر 11 فكتبت 5 أهداف حابة أشتغل عليهم إن شاء الله أقدر أحققهم، وحابة أنهي الفيديو هنا لأنه حاسة أنه لو أنا اشتغلت أكتر من كده فالفيديو هيبقى طويل جدا عليكم. هل أنا كده خلصت كل الحاجات اللي أنا بماطل فيها؟ أكيد لأ، دول يدوب حاجتين أو 3 تقريبا اللي اشتغلت عليهم في الفيديو. في حاجات تانية كتير جدا أنا عمالة أماطل فيها، ممكن نعمل لها جزء تاني وتالت وهكذا. دي ممكن نعمل منها سلسلة الحاجات اللي أنا بماطل فيها. هحاول قدر ما استطعت إن كان من خلال الفلوجات أو من خلال الفيديوهات اللي بتبقى من النوعية دي، لأن أنا أنجز معاكم الحاجات اللي بماطل فيها علشان تشوفوا إيه الحاجات اللي أنا بشتغل عليها أول بأول. بمعنى
في خلال يومياتي أكيد هقول لكم مثلا أنا أنجزت الكتاب ده، أنا خلصت الختمة دي، أنا خلصت الهدف ده، وهكذا. أما عن الفيديوهات اللي بتكون خاصة بالحاجات اللي ليها علاقة بالمماطلة فهي اوريدي بتتكلم عن ده، فده كده كده هيبقى واضح ليكم من خلال الفيديو. لو حابين تشوفوا فيديوهات زي كده أكتر برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها بالظبط ونشتغل عليها مع بعض. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير وإلى اللقاء.